هتفشل هتفشل. هتفشل. الخوف مش دليل ضعف ايمان، لكنه جزء من طريقة تفكيرنا. عندك في مخك في حاجة اسمها اللوزة الدماغية، وهي المسؤولة عن الشعور بالخوف. اللوزة دي دورها انها تحذرك من الخطر، مش تخليك تعيش فيه. بس لما بتواجه موقف مجهول، عقلك بيبدأ يضخم المخاوف ويخليك تعيش أسوأ سيناريو ممكن حتى لو ملوش وجود. هديك مثال، لما بتكون عايز تعمل حاجة بس خايف تفشل، مخك بيخليك تحس انك بالفعل هتفشل رغم ان لسه مفيش حاجة حصلت. هتفشل هتفشل. هتفشل. نفس الفكرة بتحصل لما نخاف رغم وجود وعود ربنا. بنبدأ نشوف أسوأ الاحتمالات بدل ما نشوف الحماية الإلهية. وده السبب إن بعض الناس بيخافوا رغم إن عندهم إيمان، لأن المشكلة مش في الوعود يا جميل، المشكلة في كيفية تعاملنا معاها.